حتى تكون الصورة واضحة، الإيرادات التي تأتينا من تركيا إيرادات حسب انحسار الأمطار وحسب الخزين المتوفر. أما من قبل الجارة إيران فانخفضت الإيرادات لسد دوكان بحدود 70%، وانخفضت الإيرادات إلى دربنديخان 100%، أي أن الإيراد دربنديخان صفر ما زال منذ فترة تجاوزت تقريبا 10 أيام أو 12 يوم. وهذا ما نعمل عليه الآن للتفاوض مع الجانب الإيراني. وافق الجانب الإيراني على زيارة الوفد العراقي لمناقشة هذه التحديات، من ضمنها إيرادات دوكان ودربنديخان وكذلك إيرادات نهر الكارون. هذا الموضوع مهم بالنسبة إلى العراق لأنه يجب أن يتم معالجته. نحن مؤمنون أن هذه السنة انخفض الخزين في المنطقة بالكامل نتيجة لانحسار الأمطار وعدم تكون الغطاء الثلجي، ولكن هناك مواثيق مهمة في هذا الموضوع، أي أنه عندما ينخفض الخزين يجب أن يكون هناك تقاسم للضرر، أي أن على إيران الجارة إيران أن تطلق لنا كمية بحجم الخزين المتوفر لديها والمتوفر لدينا. لا نطلب المستحيل ولا نطلب كميات خيالية، نطلب الكميات التي بموجب الخزين المتوفر. لذلك سوف نعمل على مناقشة هذا الموضوع، لأن هذه السنة هي سنة شحيحة، وننتظر إن شاء الله بعد عودتنا زيارتنا ستكون خلال 10 أيام القادمة إلى إيران. هذه هي الملفات المهمة التي سوف نناقشها مع الجارة إيران، وبصراحة نتأمل منهم خيرا إن شاء الله أن يتم إطلاق كميات لتجاوز هذه الأزمة إن شاء الله. لم تقطع الحكومة المركزية الرواتب أقرت بالموازنة، وهناك التزامات على الإقليم وعلى الحكومة يجب أن يتم الاتفاق عليها للإطلاق. لا يوجد قطع ولا توجد أي نية للحكومة بقطع رواتب. الموظفين في إقليم كردستان هم نفس الموظفين في كل العراق، الكل مهتم بهم، ولكن هذه هي اتفاقات والتزامات على الجميع الالتزام بها. أي دولة تعمل على تنفيذ سد دون أخذ بنظر الاعتبار رأي دولة المصاب بالتأكيد سيكون لها تأثير، وهذا ما نعمل عليه بالتنسيق مع الجارة تركيا والجارة إيران بنفس الوقت. لراستيا سرداني جنابي وزيري سرچاوەکانی ئاوی عێراق و وەفدی یاوەری بووە لە نزیکەوە ئاگادار بن کە ڕێژەی ئاو لە بەنداوی دەربەنیخانە ئەمساڵ زۆر دابەزیوە، و هەروەها بۆ ئەوە هاتبوو جەنابی بزانێت کە قۆناغەکانی چاکسازی لە بەنداوی دەربەنیخان گەیشتونەتە کوێ و ئیلتیزاماتی حکوومەتی عێراق لەسەر ئەو مۆزوعە چییە، و وعدی داینێ بەشێک لەو کێشانەی هەن لە بەنداوەکەوان چارەسەری بکەن، و تایبەت بە ئاوی بەنداوی دەربەنیخانیش هەوڵ بدرێ ئەو ئاوەی کە هەیە بەشی پێویستەکانی خوارووی بەنداوەکەی لێبەر بدرێتەوە، و هەروەها باس لەوەش کراکە لەگەڵ لایەنی ئێرانی باسی کێشەکان بکرێ و هەوڵ بدرێ بەشێک لەو ئاوەی لە بەنداوەکانی دیوی ئێران کۆکراونەتەوە بەشێکی بە ڕێژەیەک بەردەنەوە بۆ ئەوەی ئەو ناوچانەی کەوتونەتە سەرجەی سیروان تووشی گرفتی زۆر نەبن و ئەو زەرر و زیانانەی کە ڕوەدەن لە ئەنجامی کەمبارانی و وشکە ساڵی زەرەکان کەم بکرێتەوە. ئەوە کۆی ئامانجی سەردانەکەی جەنابی وەزیری سەرچاوەکانی ئاوی عێراق بوو بە بەنداوی لەبارەی موچەشەوە وعدی داینێ ئەوەی کە پێیان بکرێ وەکو حکوومەتی ناوەندی بە تەنسیق لەگەڵ حکوومەتی هەرێمی کوردستان کێشەکان چارەسەر کارکردنەوەی ئاو لە ئێران تا چەند کاریگەری لەسەر بەنداوی دەربەنیخان ئەو هەوانەی کە گۆڕاوی بە دڵنیاییەوە کاریگەری هەبووە لەسەر دابەزینی خەزینی ئاوی بەنداوی دەربەنیخان و باسی ئەو گرفتەش کراوە، و ئەو وەفدە باڵایی کە بە سەرۆکایەتی وەزیری سەرچاوەکانی ئاوی عێراق بۆ ئێران ئەڕۆن باسی ئەو مەوزوعەکەن بەجددی. بەڵێ ئێستا لە چاو ساڵی پارە ئێمە 11 مەتر و نیو ئاستی ئاو لە بەنداوی دەربەنیخان نزمتر.